الوصفة ال13 من سلسلة وصفات غدا سهل وسريع وهيعجبكم قوي، وده أحلى جمبري فرايد رايس، وده من أحلى وصفات الصيف اللي هتعتمدوها على طول ومتأكدة هتحبوها. أول حاجة في وصفتنا النهاردة هنبدأ بالرز. أنا هنا حطيت كوباية من الرز، طبعا ممكن نزود الكميات، ضفت عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل، معلقتين من الصويا صوص الفاتح، هنستخدم الغامق يبقى معلقة واحدة، وكمان هنضيف عليها معلقتين من الزيت، ممكن نستخدم اي زيت متوفر عندنا. انا استخدمت زيت الرز، ده صحي اكتر وبيبقى كويس قوي مع الاكلات الصينية. طبعا هنضيف المية السخنة كأننا بنسوي الرز عادي جدا، هنديله كده تقليبة مع كل المكونات دي، وهسيبه يخلص كل السوائل اللي فيه والمية اللي فيه، وبعد كده هدي النار واسيبه يكمل سوا. انا عايزاه يستوي سوا كامل، هغطي عليه واسيبه يكمل سوا. وبعد كده في الحلة أو الطاسة هضيف الزيت، ممكن نستخدم زبدة، هنا هستخدم كرفس وكرات، ممكن بصل أخضر لو الكرات مش متوفر، وكمان هضيف عليهم جزر متقطع شرايح بالشكل ده، طبعا معلقة من الثوم. انا مش هستخدم جنزبيل عشان الجو حر، وهبدأ اقلب كل المكونات دي مع بعض. انا عايزة الخضار يستوي لان الرز كمان هيبقى مستوي. هديهم كده تقليبة كويسة، وبعد كده هضيف عليهم الجمبري، طبعا مغسول كويس جدا بالليمون والملح، رشة من الملح والفلفل، وهندي كل ده تقليبة مع بعض. هنقلب كل الخضار مع الجمبري كويس. انا عايزة الجمبري يستوي لان زي ما قلت لكم الرز هيبقى مستوي. هنديهم كده تقليبة، وبعد ما الجمبري خلاص لونه يغير ويدخل في السوا زي ما انتوا شايفين كده، ده السوا، درجة السوا اللي انا عايزاها، هبدأ اضيف عليه مكون الاساسي اللي هو الصويا صوص. انا هستخدم نص كوباية من الصويا صوص الفاتح، لو هتستخدموا الصويا صوص الغامق استخدموا ربع كوباية بس. طبعا هنقلب كل المكونات دي مع بعض، هنديهم كده تقليبة كويس، واول ما الصوص بتاعنا ده يبدأ يغلي هنضيف الرز اللي احنا سلقناه او سويناه، ويفضل نستنى على الرز لحد ما يستوي ويبرد كويس جدا، ده هيديله طعم احلى ويشرب الصوص كمان اكتر. بعد كده هضيف كل كمية الرز وهديله كده تقليبة، ما تقلقوش ابدا من التقليب، مش هيكسر الرز ولا حاجة. كده خلاص بخلط بس كل المكونات مع بعض. واخر بقى مكون بحب اضيفه وده اختياري، وطبعا ممكن نضيف اي خضار تاني بنحبه، انا بحب اضيف بقدونس او شبت او كزبرة المتوفر عندي، بقطعهم واضيفهم. واكيد هنقلب كل المكونات دي تقليبه اخيره مع بعض، وزي ما قلت لكم ما تقلقوش خالص الرز ما بيتكسرش. وكده خلاص وصفتنا جاهزه تتقدم. الريحه مش قادره اقول لكم خطيره، جربوها ومتاكده هتحبوها ومتاكده هتعجبكم وتعتمدوها على طول. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناه، ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا له لايك وشير لكل حبايبكم، ومستنيه كل تطبيقاتكم. وقولوا لي جربتوا قبل كده الرز بالطريقه دي ولا لا، وبتحبوا تعملوه في البيت ولا بتاكلوه من بره احلى؟